رد طبعا حول فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي الذي سكت ظهرا ونطق كفرا، ظهر متلبسا بعدما كان مختفي ومختبئا. أطلق سمومه وأطلق لدغات الثعبان طبعا بإعاز من المخزن المغربي. لماذا إقحام السياسة مع الرياضة؟ ولماذا الحديث في كل مرة عن الجزائر؟ وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعزم النية ويرسم ترشيحه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الانتخابات التي سيحدد فيها الفائز شهر مارس من السنة المقبلة. وليد صادي كرئيس للهيئة هيئة الفاف من المقرر أن يدعم باتريس موتسيبي لولاية ثانية والآخر، وسيعرف مصير الانتخابات شهر مارس من السنة المقبلة. دائما آخر أجل لإيداع الترشيحات سيكون بتاريخ 12 من شهر مارس المقبل. أمين عزوز نوفمبر. شكرا رفيق. يعني بعد حوالي 10 أيام من الآن وليد صادي أخذ الهمة على عاتقه، يريد أن يعيد للجزائر تمثيلها منذ سنة 2017 غياب محمد أوراوا. ترك ثقيلة وهنالك أمور عديدة تغيرت في الاتحاد الإفريقي وفي المكتب التنفيذي وفي دهاليز الكاف. هل سيكون وليد صادي قادرا على الولوج إلى المكتب التنفيذي والنجاح في مهمته؟ مهمة صعبة جدا، لأن ما تقدرش تطلب أنت وليد صادي عنده يعني وقت قصير من اللي راهو على رأس الاتحادية، وما نظنش كان عنده الوقت الكافي يعني باش يستغل يعني باش بعض الشخصيات باش تكون يعني مساندة من جهته للجزائر، باسكو هذه كان كذلك داخلة في الدبلوماسية الرياضية وفيها أمور لازم تديرها. دونك نظن مالغري الوقت القصير اللي راه على راس الاتحاديه، ولكن نظن يعني بالاجتماعات اللي هادو اللي دانيير فوا وين راح لاكاف اكسيتيرا كومام عنده بعض العلاقات. انت قلت في المقدمه تاعك باللي راح يساند المرشح موتسيبي، والمرشح موتسيبي يعني الرئيس الحالي للكاف ولو رانا غضبانين عليه شويه يعني ما ماش نقولوا يعني حنا انا قلت شويه باسكو راح صادي راح باسكو فافوري من بوليتيك انتيليجونت في لا دبلوماسي. زعفنا عليه في بعض الامور، ولكنه كان كاين يعني عنده دي شانس باش يعاود يجوز، من الاحسن يعني نساندوه دو فاصون اوبليجي علينا نساندوه، لان الطرف الاخر يعني باين باللي راهو ضدنا وضد الترشح تاع الصادي، وممكن ميم اللي يترشح يعني يغلقوا له الباب لامور ما نضلوش نتكلموا عليها، لان ما نحبش انا ندير بزاف بيبليسيتي لبعض الاشخاص اللي ما يستاهلوش. تكلمنا عليهم كثيرا، وعلى بالنا في الكاف الامور كيفاش ولات تمشي منذ سنين، وخاصه في السنين الاخيره هذه كاين بعض المسؤولين يعني يستغلوا النفوذ تاعهم باش يديروا يعني اعمال مافياويه. يعني باسكو علاش انت يتقنع يجيب فلان وماشي فلان لو كان ما فيهاش تلاعبات وما فيهاش مصالح شخصيه وما فيهاش اموال تدفع، فيها امور مثل هذه. الوغ كو كونفيديراسيون يعني الدوا فيديري كاع لي فيديراسيون يعني تكون الامور تندار في شفافيه، والامور تندار يعني بروح رياضيه باحترام، فهمت؟ كل واحد ممكن يقدم لما يكون واحد يترشح للرئاسه يقدم البرنامج تاعو، والاشخاص هذو الممثلين تاع البلدان وتاع لي ديفيرونت فيديراسيون لازم يساندوا البرنامج ماشي المصالح الشخصيه. هي احنا رانا ما راناش في هذا الطريق الى حد الان، ولكن الجزائر بقيمتها ويعني بالوضعيه تاعها الجيوسياسيه وكل شيء لازم منا الفوق، لازم تكون عندنا القدره احنا الان باش احنا كان نمبوزيو لا كارت لا في دو روت تاعنا. لازم انا ما نحيي وليد صادي على الشجاعه تاعو، باسكو سي با فاسيل تروح تحط لا كونديداتور تاعك في هذه الظروف، وفي ظل غياب الاتحاد الجزائري لمده 8 سنوات او 7 سنوات. باش ما نطولش عليك، دودوت لي مانيير لما يترشح وليد صادي ومن بعد الامور تكشف
ومن بعد نشوفوا لي سيناريو اللي راح يصرا وتسمى واش رانا نتكلموا راح يبان. ولا كانت يعني كيفاش نقولوا اون فافور تاع موتسيبي وكانت الظروف تساعد باش وليد صادي يكون في المكتب التنفيذي للكاف، هذه حنيسه بوزيتيف للكره الجزائريه، ولازم يكون ممثل تاع الكره الجزائريه في الكاف. من المستحيل هذه يعني سي انيماجينابل، يعني السنين هذو كاع جوزناهم وما كاش يعني ما عندناش البوا تاعنا في لاكاف، سي با نورمال. الوغ الجزائر دون تو لي دومين لا توجور يدي لافريك لي زافريكان، ولا غير حنا نعاونوا حنا واحد في الصح ما نصيبوا حتى واحد. سي با انتريسون. شيخ محمد لازم نفهموا، اسمح لي، لازم نفهموا باللي في هذه الامور نعطيك تعطيني، ما تعطينيش ما نعطيكش. رابح شيخ نسلموا جدلا أن وليد صادي شهر مارس سيكون عضوا في المكتب التنفيذي للكاف. هل يمكن قياس هذه النجاح وهذا النجاح على أنه نجاح لعهدته كاملة، ونجح فيما فشل عنه سابقوه، وسابقوه كانت لهم ميزة الاستمرارية والاستقرار في الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مع أخذ بعين الاعتبار ظرف 18 شهر أو 16 شهر لصادي على رأس الفار؟ شوف لو ستاتيو تاع لاجيري اون افريك لازم لها مقعد في الكاف ومقعد في الفيفا، فهمت؟ على الاقل بيان سور. دونك كي تشوف الاسم تاعنا ولا فيدراسيون ما عندناش مقعد تما، يان بروبليم، وهذا البروبليم راجع للناس اللي كانوا في الفيدراليه، فهمت؟ باش تطمح يكون عندك مقعد، لازم تكون عندك دابور استراتيجي، تكون عندك اون ابروش سواء بوليتيك ولا سبورتيف اي انتيليجونت، وعلاقه رؤيه. خلينا لا دبلوماسي سبورتيف هضرنا عليها بزاف. لابروش تاعنا ماشي اكزاكتومون اون ساشون بيان سور كو حنايا قريب كاع ضدنا. انت قلت باللي لو بريزيدون دو لا كاف هذا كله خدنا بزاف، وحنا الحق الوقت باش نديروا حد على الناس اللي يتمسخروا بنا. وترشح تاعو نقول لك باللي حتى لو انا ما راحش يجيب لنا، واش راح يجيب لنا؟ راح يجيب لنا كوب دافريك. ديروا لايك متابعينا الكرام، اكبر عدد من اللايكات والبارطاج بالاضافه الى الاعجاب والتعليقات اسفل الفيديو باش اننا نوصلوا هذا الفيديو الى العالم وكذلك الى الاعلام العربي والعالمي، باش ان هذا الفيديو انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. بالاضافه الى انكم تعبروا على الاراء ديالكم حول هذا المقطع الفيديو في التعليقات اسفل الفيديو، وكنشكركم على المتابعه الدائمه للقناه والتفاعل مع الفيديوهات السابقه والقادمه ان شاء الله. وغادي نوعدكم اننا غادي نقدموا افضل منتوج كروي في المملكه المغربيه، وكذلك نظهر به تطور المملكة المغربية في مجموعة من المستويات كرويا رياضيا اجتماعيا وسياسيا. متابعينا الكرام كنشكركم بزاف على المتابعة، والى فيديو قادم ان شاء الله. اذا متابعينا الكرام كما شفتوا معنا هذا الفيديو، كنتمنى انكم تعطيونا الاراء ديالكم حول هذه القضية هذه في التعليقات اسفل الفيديو. كما كتعرفوا ان المملكة المغربية هي رائدة على جميع المستويات وجميع المسابقات وجميع القضايا اللي كتشارك فيها سواء داخل او خارج المغرب. هذا في حد ذاته إنجاز تاريخي للمملكة المغربية، سواء في الجانب الرياضي أو الجانب السياسي والاقتصادي، في حين أن النظام الجزائري العسكري الفاسد دائما ما كيتهم المملكة المغربية بالكولسة في مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والرياضية، لا سيما المشاركات ديال المنتخبات الوطنية في المسابقات الإفريقية والعربية والعالمية. كنتمنى أنكم تردوا على هذا النظام الفاشل أسفل الفيديو في التعليقات.